كان أهون عليا إن أنا أشوفك مع أي ست تانية، بس أشوفك مع أعز الناس. لما تطلع من الحمام وتقولها هي غسلتيه، يعني إيه؟ وترد عليك وتقولك أنا اللي غسلته، وأنا قاعدة زي التيشة بتفرج عليكم انتوا الاتنين. يبقى المفروض أنا أعمل إيه لما أظبط لكم يعني الوضع؟ القصة كبيرة جدا، بس قبل ما أقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في التعليقات. أفضل الصلاة والسلام. القصة بتاعتنا من دولة عربية، الدولة العربية اللي فيها دين واحد بس، ومتجوزة عن حب. واحدة متجوزة عن حب، والواحدة دي شخصيتها مرموقة جدا. هي دكتورة ولا داعي لذكر اسمها، وكمان مش هنقول اسم البلد بناء على رغبتها. وهي دكتورة كبيرة كمان، وجوزها دكتور وليه اسمه وسمعته ومحترم جدا، بتقول عليه آخر رجال المحترمين. وبتقول أول ما اتجوزته أنا كنت سعيدة جدا ومرتاحة وبحبه حب فوق الخيال. لكن لاحظت عليه إن أخته اللي عندها 35 سنة وهو اللي عنده 30 سنة وأنا عندي 27 سنة، إن أخته دي بالذات دون عن إخواته الأربعة التانيين بيعملها معاملة صعبة شوية. أخته متجوزة، لما كانت تيجي عندنا البيت كانت بتقعد في أوضة الضيوف. أخته دي بقى متجوزة، ولما كانت تيجي عندنا البيت كانت بتقعد في أوضة الضيوف، وكان يسيبني ويخش ينام جنبها. لما كانت تدخل كانت تبدل هدومها زي ما هي بتقول، كان بيدخل معاها الأوضة ويقفل الباب ويقعد يتفرج عليها وهي بتغير هدومها. حتى لما كانت تدخل الحمام كان يحاول إن هو يديها غيارات، وعادي تفتح الباب وهو يشوف، عادي جدا. بقيت شايفة ومستغربة وأقول إيه ده؟ يقولي لأ عادي، دي أختي اللي ربتني، دي كانت بتحميني وأنا صغير وكانت بترضعني وأنا صغير. أقوله بس الفرق ما بينك وبينها 5 سنين، يعني أنت كنت مولود وهي عندها 5 سنين، بتحميك إزاي؟ ابتدى يروح لأخته المتجوزة واللي مخلفة عيلين كمان. ولما كنت أصر إن هو يبقى جنبي وما يروحش الأوضة التانية لو هي بايتة عندنا مثلا في أوضة الضيوف، كان يقولي لا يمكن، خلاص هجيبها بقى تنام في النص ما بيني وما بينك. بصراحة كنت شايفة إنها تصرف شاذ جدا. وبعدين حتى لما كانت بتدخل الحمام وتطلع يهزر معاها ويقول لها هي غسلتيه، تقول له غسلته. نضفتيه كويس؟ تقول له اه نضفته. هو ايه ده بقى؟ يقول لها الازاز، ويقعدوا يضحكوا مع بعض. والجراءة كانت في الكلام كانت غريبة جدا. اقول له عيب، انت دكتور محترم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يقول لي دي اختي. اقول لها ايه يعني؟ اشمعنى اخواتك التانيين بتضحكي معاهم؟ قالت له بس مش زيك كده، اشمعنى انت اخواتك التانيين ماشي معاهم بالمسطرة وما بتعملش معاهم المعاملة اللي انت بتعملها مع اختك دي؟ هو في ايه؟ يقول لها لا، هي دي بقى بالذات قريبة من قلبي. ومرت الأيام والأيام، وأختي دي سافرت الإمارات مع جوزها وأنا سافرت استراليا. ولما سافرت استراليا طبعا اشتغلت هناك وخدتني الأيام وتلاقيت إن أنا على إني أخلف وأفكر في حمل. وهو نفس الحكاية، قعدنا سنة ونص تقريبا. وبعد كده طلب مني إن هو عاوز يروح يعيد في البلد العربي اللي أنا قلت لكم عليها. قلت له طيب يعني إيه؟ قال لي لو ما نزلتيش أنا هنزل. وعايزة أقول لكم على حاجة، هي قدر كبير من الجمال ما تتوصفش، حلوة جدا جدا، اللي هي الزوجة. وكمان بتقول على أخت جوزها إن هي فعلا جميلة، بس بصراحة الزوجة بقى تفوقها جمال. المهم بتقول سافرنا البلد ونزلنا عند والدته، واتفاجأت إن أخته دي كمان جاية برضه في نفس التوقيت بتاعنا من الإمارات. تمام، قلت له إيه ده، هي إزاي جت في نفس الوقت كده؟ قال لي أختي وحبيبتي، واتفقنا ننزل زيارات في نفس الوقت علشان نشوف بعض ونعيد كلنا مع العيلة، عادي يعني. قلت له تمام. برضه بقيت بشوف تصرفات اللي هي مش حلوة، يخشوا يتكلموا مع بعض، أنا عايزك في موضوع، يخشوا يتكلموا. واللي زاد وغطى بقى لما تيجي شقتي في أول فترة في العيد، كان يخش يقول أنا عاوز أختي في كلمتين كده، يخشوا يتكلموا ويقعدوا مع بعض شوية كتير. وكان يقعد جنب أخته من هنا ويقفل الباب من هنا. لكن الزوجة كان عندها شكوك تانية، وكانت بتقول إن هم أول ما بيطلعوا من أوضة واحدة كل واحد يخش ياخد شاور. وفي ليلة العيد قعدنا كلنا عند حماتي وأكلنا. هي طبعا قاعدة عند حماتي اللي هي والدتها. فلقيت زوجي بيقول لي أنا طالع أقعد مع أصحابي، هسهر ليلة العيد بقى مع أصحابي شوية.
قالت ان هي كمان نازله تشتري شويه حاجات لاولادها وخارجه. فاختها قالت لها خلاص انا جايه معاكي. فقالت لها لا انا مش عاوزه حد يجي معايا. وانا قلت له طيب هتيجي تعمل ايه يعني، هتيجي تاخدني من البيت؟ قال لي لا خليكي، انا اللي هاجي اخدك وما تروحيش على البيت خالص من غيري. قلت له تمام. طبعا الاتنين خرجوا في وقت واحد، وانا كل شك ان في حاجه ما بينهم. المهم طبعا مشيت مشي وانا الشيطان لعب في دماغي، وكانت حماتي بتقول لي مالك؟ قلت لها يا امي انا بس تعبانه شويه وهروح الصيدليه اجيب علاج، دماغي فعلا وجعاني. المهم لقيتها بتقول لي دخلت وخدت المفاتيح، احنا قاعدين كلنا في بيت وفيلا واحده، وكان عندنا بابين، باب الشارع الرئيسي او باب الجنينه الرئيسي، وكان في باب ورا. وانا بصراحه بقى كانت دماغي شاكه في كل حاجه ان هما فعلا كانوا لسه في البيت. بس انا لما وصلت البيت مرضتش ادخل من الباب الرئيسي، دخلت من باب المطبخ اللي ورا، وكنت طول الطريق بدعي ان انا الاقي جوزي مع واحده تانية، مع اي ست الا مع اخته. كنت بجد هسامحه